السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كوزينة ام اسماء. اليوم جبت لكم كيفيه جديده وهي للشو سالي. اليكم المكونات للعجينه، نفس عجينه للشو السكري حلوين. عندنا 100 غرام زبده، وعندنا هنايا ربع ماء، 1/4 من الماء. عندنا هنايا 200 غرام فرينه. عندنا هنايا 5 حبات بيض. وعندنا 50 غرام جبن مبشور جريا او جبن الاحمر. وعندنا هنايا ملعقه صغيره قهوه تاع قهوه سكر، وملعقه صغيره ملح. نشرح لكم نديروا كيما لاباط سكري. نقصنا السكر، درنا ملعقه صغيره وملعقه ملح. كي تنزعوها من تصنعوا لي شو، تنزعوها من ديروا البيض كالعاده. في الاخير ضيفوا شويه فلفل اسود و50 ملعقه كبيره الجبن المبشور، والباقي زينوه من فوق لي شو. ندهنوها وندهنوا لي شو تاعنا بحبه بيض. والحشو حشيتهم على طريقتي. انايا هنا درت لهم الحشوه تاع البسطيله، خاصه بالبسطيله. درت في صدر الدجاج مع فخذ الدجاج كيلو من البصل، ضعته في طنجره، وتبلتهم بالفلفل الاسود، سكنجبير ملعقه صغيره، سكنجبير ملعقه كركم، زعفران، معدنوس، نص ربطه معدنوس، ملح وزنجبيل. وكي طاب يطيب غير في الماء تاع البصل. كي طاب الدجاج نزعته فتتو، ونزعت من قليل من البصل، حوالي 3 ملاعق اكل طعام. خلطتهم مع الدجاج وفتته. وكي يبغي يشوف لنا البصل تاعنا، نشفته درت 4 حبات بيض ومغرف عسل. نشرعوا على بركه الله في الحشو تاعنا. الحشو يشو تاعنا ومن بعد ما طابوا لي هنايا درتهم في على الشكل جاني هذا الشكل. درتهم فيها بوشادوي، وصنعت كي نفس لاباط تاع الشو سكري. نبداو نحشوهم. نوضعوا صدقوني يجوا بنان، وخاصة مقبلين على شهر رمضان. الله نبلغ الأمة الإسلامية إن شاء الله. صوموا بالصحة والعافية. كانت طلبتهم مني أخت اسمها ماها، بلغ لها السلام من القناة تاعي. كانت طلبتني لي شو صالي، نقولها هاني درت لك لي شو صالي. هي وساره بنت سلفتي في الغرب يقولوا بنت حماتي. واحد ينوع، ماشي غير بوراك. نديروا دي زونطري، مره بوراك، مره اصابع الجبن، مره لي شو سالي. وسر النجاح تاع لي شو، لازم ما تفتحيش عليهم الفرن، ويكون مسخن على درجه عاليه من قبل.
وكي تدخلي الفرن على درجة حرارة 180 ما تفتحيش حتى مدة تدخليهم الفرن مدة 45 دقيقة. كي تنتهي مدة 45 دقيقة تشوفيهم حماروا، فتحي طفي الفرن، فتحي عليهم وخليهم مدة 10 دقائق في الفرن، ثم خرجيهم وديرهم فوق الشبك ديال لاكغي يبردوا يجوك على هذا الشكل. تنجحي فيهم بزاف اللي سالوني قالوا لي بلي ما نجحوش في لاباطاشو. هي السر تاعها ما تفتحيش الفرن. ولكن الاختيار كل واحد كيف يحب يحشيهم. زينوهم في الاخير بالمعدنوس. ان شاء الله تعجبكم الكيفيه، تكونوا فهمتوني. لا تنسوا بتعليقاتكم والاشتراك في قناتي ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء، إلى الملتقى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. شهية طيبة.